تاع زماله. انا مثلا كيفاش دخلت التلفزيون، كان زميلي معايا في المعهد وكان صحفي، فطبعا انا معاه لانه كنت نحب هذا فما نقدر ماشي ما تسميهاش لانه في هذاك الوقت طبعا كانوا اشاك فوا كانوا سا دوموندي سا فوزي اعلانات لمنشطين فكانوا يدوموند باسكو ديجا في العشاء ما كانوش بزاف وما كانوش بنات يعني ثاني بين قوسين ما كانوش بنات في دخلوا بزاف، كانوا بزاف في الصحافه المكتوبه كما نشوفوا صديقتنا زاهده وكانوا في هذاك الوقت فكانوا بزاف في الصحافه المكتوبه وين كان بنات ما لازمش يبانوا، لكن باش تبان اولا مع المجتمع ومع لي بارون ومع اي مكان صعيبه. فكانوا حنايا زميل معنا في المعهد اللي هو نقدم نذكروا يعني رؤوف حرزله اللي كان يقدم حصص وكل. فانا واش كنت ندير في الادب العربي غناء، كنت نبين كل قدراتي باش نبين بلي انا حابه ندخل هذا زعما يجي جالس في كولوار هي غير تشوفك بدات تغني. لا كان زميلي هو كان يعني ممكن يجي يحكي كان زميلي كان هو ابراهيم صديقي كانوا هما كامل سنه قبلي يعني في المعهد كانوا كاع زملاء نفس لا دخلت من بعد قلت طلبوا في حصه فانا عندي زميله تموت على طبعا هذا فدخلت عادي درت تجربه قدراتك كانت شخصيه ودخلت شويه عندهم كانت موهبه كانوا يحبوا يخدموا فكنا نخدموا هذه هي تجربه صوتيه تجربه تاع اداء كي تعرف قدام الكاميرا وياخذوك في الاف البنات ياخذوا طبعا واحد شوف بديت من بعد لوطو الرياضي كان لو ديريكت ونشفى لو ديريكت تاعي سيتي لو بلان ديريكت دو اغاني ما نتذكرش الحصه اذا كنتذكرها كان مع مراد طيروني وبشرى شحال بعثت لكم ضربه تاع شويه اغاني نغمه الموسم هذه هي كانت الحصه اللي ظهرت فيها في البدايات نغمه الموسم كان فيها ان ديريكت تو ومن بعد شويه باش بديت في عالم